أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأني منذ فترة لم أتعرض إلى أمر خارج المادة الفقهية، فوددت الآن أن أتعرض إلى شيء من ذلك. أنا كنت مقتنع إلى مدة قريبة على أن خطب الجمعة كافية في الموعظة للحوزة وغير الحوزة، ولكن طبعا يعني هذا قابل للمناقشة، لأن التركيز في الدرس أو شبه الدرس سوف يكون أكثر، ونحن نعرف أن الموعظة في داخل الحوزة ينبغي أن تختلف عن الموعظة في خارج الحوزة، وخطبة الجمعة مهما تكن هي في خارج الحوزة وليست في داخل الحوزة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. أنتم ما تلاحظون أو لا تلاحظون، وهذه فكرة قلما يتطرق إليها، أن فرص الطاعة لله سبحانه وتعالى ليست متوفرة على حد سواء للناس أو كل المخلوقين عموما والبشر خصوصا. زيد من الناس فرصه مثلا 10، عمرو 12، سعيد 20. أنا لا أقول أنه يتصرف في كلها تصرفا حسنا، مجرد المقتضي أو الفرصة باللغة الحديثة مثلا، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، أن المجتهد له فرصة في طاعة الله بصفته مجتهدا يفقدها طبعا كل غير المجتهدين وهم أكثر البشرية سبحان الله. مثلا الغني له فرصة في طاعة الله بصفته متمولا، في حين أنه الفقير ليس له فرصة في طاعة الله من هذه الناحية. بالعكس أيضا صحيح سبحان الله، الفقير له فرصة في طاعة الله وهو الصبر والرضا والكذا، غير موجودة في الغني، وهكذا كل واحد له فرصه الخاصة به، وبعضه يعني نقدر نقول أنه هذا يتوفر في بعض الأفراد أكثر وبعضه يتوفر في بعض الأفراد أقل وإلى آخره. أما أنه تنزل المسألة إلى حيز التطبيق حقيقة فهذا لا يدخل في ضمن كلامي، وإنما هو كل واحد حسب اختياره وحسب نقدر نقول وعيه وشعوره بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ليس أكثر من ذلك. إذا لاحظنا هذا الشيء فنستطيع أن نقول أن فرص طاعة الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الحوزة أكثر من أي مجموعة أخرى على الإطلاق، أكثر من أي مجموعة أخرى على الإطلاق، وهذا من النعم في الحقيقة، من النعم الجسيمة من الله سبحانه وتعالى، أن اقتضاء الطاعة المعطى إلى الحوزة أكثر بكثير من اقتضاءات الطاعة المعطاة لأي واحد من البشر، من مسلم وكافر وسني وملحد وغني وفقير ومريض وصحيح. لا توجد فرصة أخرى أحسن ذهبية منها للحصول على شنو؟ للحصول على مدارج الآخرة وحسن الثواب في الحقيقة. لكنه طبعا هذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار أنه كلما كثرت الفرص كانت المسؤولية أزيد، من قبيل هذا الذي قلته أكثر من مرة. كان بعض أساتذتي يقول نضعه على المزلق ونقول له لا تزلق. أنا أزيد على ذلك أنه يجيب فرد مزلق، أولا أملس وثانيا ملطوخ دهن، وخلي عليه وقل له لا تزلق، ليس مزلق خشن بحيث يمكن التمسك به، بس فيه اقتضاء الزلق 100%، لأنه الحمد لله هذا الدهن موجود في داخل النفس، وهو النفس الأمارة بالسوء. إن لم أكن أريد الزلق فأزلق على كل حال، وكلما كانت المسؤولية أزيد كان الزلق احتماله أكثر، وإذا فسد العالم فسد العالم بطبيعة الحال. محل الشاهد، فالفرص المعطاة للحوزة كثيرة، ربما بمعنى من المعاني فوق حد الإحصاء، ولكنه أنا كتبت لكم هنا 10 عناوين عامة ليس على نحو الحصر أيضا من فرص الطاعة والثواب
لرجل الدين عموما وللحوزة عموما. بل يمكن أن نتساءل أنه ما هي الفرصة غير المفتوحة للحوزة بمعنى من المعاني، وإن كان إلى حد ما بتجوز أو شيء من المجاز، أن كل فرص الطاعة مفتوحة للحوزة، ليس هناك فرصة طاعة غير مفتوحة للحوزة، إنها نادرة. أنا لا أقول لا، يوجد بعض الأمور التي غير مفتوحة إلى باب جواب، ربما أن صاحب الزمان صلى الله عليه يتكفلها، هو الذي مفتوحة إلى كل فرص الطاعة على الإطلاق. لكن هذا لا يعني أنه شنو؟ أنه بالتقريب كل فرصة طاعة مفتوحة للحوزة ودائما، سبحان الله. وإنما تغلق حبيبي لأنها قصرت فتمتحن وتعاقب وينجر إذنها بالإغلاق، وإلا مقتضى القاعدة الطبيعية أنها شنو؟ أنها دائما موجودة، ولولا التقصير لبقيت موجودة باستمرار ولكثرت باستمرار. ولكنه خوف طبعا لما يكونوا ما معصومين من أكبر واحد إلى أصغر واحد، شيء اللي يصير للإنسان لأنها مسؤولية كلش كبيرة، فتحتاج إلى دقة كلش كبيرة، وليس واحد منها حتى سيد محمد الصديق بدقيق إلى هذه الدرجة. وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأثر الوضعي يصير، الغلط ينتج أثر الوضعية بكل تأكيد، سواء رضينا أم بينا، وافترضوا أننا معذورين تكليفا أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد. أولا العشر شنو هي؟ نحمل عنها فكرة ولو مختصرة نسبيا والوقت لا يسع طبعا. العبادة الشخصية، وهذا موجود طبعا لكل واحد منا على مستوى الواجبات وعلى مستوى المستحبات وعلى مستوى المكروهات. سنقول أن المحرمات كلها تبصلية على العين والرأس، ولكنها مع ذلك إن تركت قربة إلى الله أيضا هي عبادة سبحان الله. وإذا كانت المسألة أكثر طبعا القدم الآخر أننا نجعل شنو؟ أننا نجعل كما في الرواية كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: اجعل كل عملك بنية، أي شنو؟ أي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الأكل وشرب الماء مثلا زيارة الصديق إذا كان ليس بنية أوقف، لا حاجة إلى العمل الذي ليس بنية لأنه فيه طلب للدنيا، كله بنية وإلا فلا. هذا قولتين. أو أنه شنو؟ من قبيل الدقة الأخرى أنه إذا كنت لا ترى الله وهو يراك فأنت دائما باستمرار اذكر الله بهذا المعنى، فإن لم تكن تراه وهو يراك وهو فوقك ومسيطر عليك مدبر لأمرك وإلى آخره. إن لم تكن تخاف جهنم، ربما جملة منهم يثقون بطاعاتهم على العين والرأس، ولكنه شنو؟ تنافسوا في درجات الجنان. أكو بها من رواية أنه كلكم في الجنة ولكن تنافسوا في درجاتها. فهل واحد مننا يتنافس في درجات الجنان؟ وهل أن درجات الجنان تنال بهذا الذي نحن فيه؟ حاشا لله، هذا ليس عدلا، ربما رحمة بدون استحقاق جل جلاله ممكن أن يعطيها، أما الاستحقاق غير موجود إلا أن نغير من أنفسنا تغييرا جذريا بطبيعة الحال. والشيء القدم الآخر أيضا في العبادة هذا أيضا موجود، أنه ما مضمونه أنه يجعل الباطن والظاهر كله مكرس لله، حتى أفكارك مكرسة لله، وحتى قلبك وحبك وبغضك وكراهتك وميلك كله مكرس لله سبحانه وتعالى. فهل سيد محمد الصدر وزيد وعبيد هكذا؟ هؤلاء طبعا يكونون من المتقين والعاقبة للمتقين، أما إذا لم يكن متقيا فليس له عاقبة. طبعا أنا معذر بهذا التعبير أكثر من مرة، أنه يغسل بالحمام الحار ثم يدخل إلى الجنة حتى ينظر ما يصير يدخل الجنة وسخا حبيبي. فهل يرضى واحد منا أو غيرنا أن يدخل في جهنم مقدمة للجنة؟ هذا كأنما أمر شنو ظلة في عقله وقصور في تفكيره، أكيدا مضافا إلى أنه لا يتحمل من جهنم ولا طرفة عين، يستغيث ولا يواه. على كل حال. ثانيا حسن العلاقات مع الآخرين في طاعة الله، وهذا أيضا واضح سواء في داخل الحوزة أو في خارج الحوزة، وسواء على المستويات الاعتيادية الفقهية نستطيع أن نسميها، بمعنى أنه لا تظلم أحدا حقيقة، لا تظلم أحدا، لأن الظلم حرام عموما، لا أقول بكل درجاته ولكنه
يعني مسحته العامة نقدر نسميه غالب أفراده أو 99% منه حرام بطبيعة الحال. هذا من هذه الناحية. أو الأكثر من ذلك وهو شنو؟ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إخوة يعني شنو؟ هي إخوة في الله سبحانه وتعالى وإخوة في الإيمان، وليس هذا مجازا. إنما المؤمنون إخوة. أنت إذا ما شعرت إذا ما شعرت أنك أخ لصاحبك ففي المسألة أكو نقص. وإلا لو كان أنت على حق الإيمان وهو على حق الإيمان إذا أنتم أخوة، وتعلمون أن الله تعالى قال في القرآن هكذا. أما إذا ما كنتم أخوة حقيقة إذا أكو نقص. لو أنت مو مؤمن، لو زيد مو مؤمن، لو عمرو مو مؤمن، هذا هو. أكو نقص في أحدكما ونقص في كليكما سبحان الله. وإلا لو كان بالإيمان بدرجة معتد به موجود في كلا القلبين وفي كلا النفسين فلماذا لا تكونون أخوة؟ إنما ينص القرآن على أنكما أخوين وليس أخوين فقط سبحان الله. وإن كان هذا هي الصورة الظاهرية التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله. أخا بين اثنين هذا هو الذي يتحمل المجتمع، هذا أقصى ما كان يتحمل المجتمع. وإلا في الحقيقة إذا كانوا كلهم مؤمنين 1,000,000 واحد 1,000,000 أخ، ولماذا لا كلهم أخوة وعلى مستوى واحد وعلى مستوى مؤكد ومشدد، وكل واحد من 1,000,000 مستعد أن يضحي في سبيل أي واحد من الباقين بنفسه ونفيسه، ولماذا لا سبحان الله. على كل حال خلي بدال 1,000,000 نفترض الآن نقول بأنه هذا مبالغة، الوضع العالمي الآن لا يتحمل هذا الكلام. خلي 1000، خلي 100. قصدي أنه ليس بالضرورة أنه يكون الأخوة 2، خلي 10، خلي 50. المهم أنه أن الإنسان أخ في الإيمان لكل المؤمنين، لكنه الشبهة مصداقية في الحقيقة، الشبهة مصداقية وليست مفهومية. يعني أن الإيمان هل هو موجود هنا؟ هل هو سيد محمد الصادق من المؤمنين لكي يكون أخا للمؤمنين؟ هذا هو البؤس. درجة إيمانه هل وصلت إلى درجة يشعر حقيقة بالأخوة مع سائر المؤمنين أم لا؟ وإلا الكبرى واضحة ونص ومن ضروريات الدين ونص القرآن الكريم. أنا لا أريد أن أطيل، يعني فكرت على أنه فأصلحوا بين أخويكم أيضا فيها نحو من الإشكال. كيف يكونون الأخوة بهذا الترتيب وشنو ويختلفون؟ معناه أنه الاختلاف دليل النقص، والنقص دليل على قلة الإيمان، وقلة الإيمان تنتج عدم الأخوة. وعدم الأخوة يعني أنه شنو؟ أنه لا إيمان لهم بالدرجة الذي يعني إيمان ربما إيمان بالجنسية وإيمان بالتلفظ، أما إيمان قلبي حقيقي يبدو أنه موشي. فلماذا يختلفون؟ فأصلحوا بين أخويكم. في الحقيقة هذا مجاز. إما أن نقول أنه ليسوا بأخوة حقيقة وإنما أخوة ظاهرا، ليسوا أخوة في الله وإنما أخوة في المجتمع وفي ظاهر الإسلام. إذا باب الجواب هذا هو. إما أن نقول شيء آخر وهو أنهم شنو؟ أنهم يختلفون في أمور يختدعون بها أمام الله. كل واحد رأيه حقيقة يجده هو الصحيح في طاعة الله، لكنه بالآخرة بعض مقدماته اشتباه. لابد أن أحدهما مشتبه أو كلاهما مشتبه، وإلا الاختلاف ثبوتا لا يمكن بطبيعة الحال، لأن عالم الواقع واحد لا يتعدد، والله تعالى هو الفاعل له والجاعل له محل الشاهد. فحينئذ أصلحوا بين أخويكم أي أقنعوا بمعنى من المعاني، وإن كان يعني بتسامح، أقنعوا الضال منهما والمتوهم منهما أن يعود إلى الحقيقة التي يؤمن بها الآخر، وليس بمعنى أنه شنو هاربوا أو شيء من هذا، أو اقتلوا أو عوقوا أو اضربوا، ليس بهذا الترتيب. أصلحوا بشهاده. هذا يشبه تلك الآية الكريمة وإن في بهذا المضمون القريب، وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ماذا يقال هنا؟ أكو أشياء كبيرة، أنه سمى الباغي مؤمنا، فكيف يكون مؤمنا حال بغيه؟ سبحان الله. لا، هذا إما أن نحمله في الحقيقة شنو على المجاز، ليس مؤمنا، أو نقول شنو أنه مؤمن قبل بغيه وقد خرج عن الإيمان ببغيه بطبيعة الحال، لأنه أكو هاي الرواية موافقة الحديث على ضعف سندها، أنه إذا وقع السيف بيننا وبينكم فأنتم أمة ونحن أمة. لا يمكن أنه اثنين يقع السيف بينهم وهم على الإيمان، مستحيل.
هذا يقوله واحد جيش بني أمية المحارب للحسين عليه السلام، إذا قبل الحرب طبعا قبل وقوع القتال، قل له إذا وقع السيف بيننا وبينكم فأنتم أمة وبعد أنتم اختاروا، قابل أنه إما نحن مسلمون أما أنتم مسلمون، وحيث أن القدر متيقن أن الحسين وأنصاره مسلمون، إذا ذلك كفر حبيبي أشهدوا. إيه فمحل الشاهد، فقبل أن يقع السيف هو مؤمن ما خالف إلى باب الجواب، أما بعد أن وقع السيف ميؤوس من إيمانه بطبيعة الحال منتهي منه. وذاك الحل الذي قلنا في الآية الكريمة إلى باب جواب ضعيف جدا، وهو أنه نقول نعم وقع السيف وكلاهما يتقرب إلى الله بالقتال، صعبة جدا إلى هذه الدرجة، لا يوجد قناعة إلا على مستوى الجنون، أما بالدقة لا يحتمل أنه يختلفان في الإيمان ومع ذلك يتقاتلون. نعم قد يختلفان في الإيمان دون هذه الرتبة إلى باب الجواب، أما تصل المسألة إلى القتال صعبة جدا. مهم ثالثا، وهي فرصة مفتوحة للجميع، ولكنه طبعا في الحوزة أوضح جدا، وهي شنو؟ تلقي العلوم الدينية، علوم أهل البيت سلام الله عليه، وهي نعمة عظيمة موجودة في أي واحد منا وفي كثيرين من خارج الحوزة أيضا من المتفقهين. نفس التفقه هو نعمة في الحقيقة، ولماذا لا؟ لكن النعمة الذي الآن نتقدم شبر أو قدم نراها مختصة بالحوزة، لا يمكن لغيرها أن ينالها، وهو شنو؟ فرصة الاجتهاد. الاجتهاد نعمة، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فكلما كان العلم أكثر كان شنو؟ كانت النعمة أزيد والنور أزيد. أي وحدة. والشيء الثاني شنو؟ إذا أصبح ملكة، هذا العلم إذا أصبح ملكة لا يحتمل زواله، ويمثل كأنما شخصية الإنسان وكل عقلية الإنسان وكل عمل الإنسان، فشنو؟ كله كأنما وين كان العبارة ربما تكون فيها تسامح، كله نور يصبح، أي كله علم يصبح في الحقيقة، الذي هو حقيقة المجتهدين بهذا الترتيب. لا تقولوا هذا الكلام أنه العلم، عرض هذا الإشكال وأجبت عليه أنه العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ليس كل علم طبعا، لاحظوا، وإنما بعض العلوم، وإلا مثلا السحر علم الحروف والسيمياء والديمياء والطلائب، هذه ليست نور يقذفه الله في قلب من يشاء. وكذلك شنو؟ العلوم التي هي من قبيل العلوم الطبيعية صرفة، التي هي دنيوية صرفة، الطب والكيمياء والفيزياء والفلك والجيولوجيا وأي شيء من هذا القبيل، أيضا ليست نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بالحقيقة هذا له عدة أجوبة، منها أن يقال بأننا لا نقول أن كل علم نور يقذفه الله في قلب من كل علم، وأي ضرر من ذلك من حيث المعرفة أكمل من عدمها. كل قضية مهما صغرت أو كبرت هي علم، القناعة بها هي علم وهي كمال، وإنما نعم النقص في العمل، النقص في القصد، النقص في الإخلاص، أما من زاوية العلم ككمال عقلي هي نور يقذفه الله في قلب من يشاء. حتى لو كان السحر، تعلم السحر ليس بحرام، قول لا، نعم ذلك من الأمور. فإذا لا يختلف علم عن علم من هذه الناحية، وإنما نعم يختلف العالم والعياذ بالله لو صح التعبير، هذا يطلب به الدنيا وهذا يطلب به الآخرة، نعم ذلك من الأمور. الجواب الثاني أن يقال شنو؟ أن العلم علم واحد هو الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، كل هذا طلع شيء ده، وإن كان هي العبارة ملطفة ذبة بالزبهل، وإنما علم واحد، العلم بالله، ذاك النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء. شنو هو؟ لا يعرفه إلا أهله، العلم بالله، الله تعالى لا يعلم لأن ذاته مستحيل أن نطلع عليه. على كل حال هذا خلينا على كتب، هذا من الأسرار، لكنه بالمقدار المتيسر والمتوفر السعي إليه ونصب النفس له، هذا نحن مثلا بمعنى من المعاني مطلوبا عندنا الكمال. فإذا العلم بالله هو الذي نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وليس كل علم، وليس أي علم آخر مهما كان، حتى لو كان الفقه والأصول. الشيء الآخر أنه لا، أننا نقول العلم المرضي لله نور يقذفه الله في قلب من يشاء. زين، ماكو خلاف الإطلاق، وين القرينة على ذلك؟ لا، جوابه أنه شنو؟ أكو شيء، وذلك لأن القائل
من هذا القبيل. والإمام سلام الله عليه قابل أنه يفضل العلوم الدنيوية أو يشمل كلامه العلوم الدنيوية والضالة والتي لا إخلاص فيها والتي كذا والتي كذا، لا يحتمل، إنما هو قرينة ارتكازية متشرعية وكذلك يبني عليها المتكلم والسامع، لأنه العلم المرضي لله سبحانه وتعالى هو الذي شنو؟ هو النور الذي يخلقه الله في قلب من يشاء. مع الشاهد فإذا يشمل الشرعيات وأصول الدين وكل هذه الأمور، وأصول الفقه والمنطق والتفسير مثلا والفلسفة مثلا، الفلسفة الإلهية الصحيحة ولماذا لا، وعلم الكلام أيضا الإلهي الصحيح لو صح التعبير، كله علوم مرضية لله إن شاء الله. فإذا كان هكذا فهي كلها أي واحد منها وأي مسألة منها درجة من درجات النور يخلفه الله في قلب من يشاء. وهذه يعني فرصة في الحقيقة أيضا أقول بأنها مفتوحة للحوزة وكثير صعبة بالنسبة إلى غيرها أكيدا. أي واحد من عندنا في الإمكان أن ينال هذا أو أي شيء مما يمكنه من ذلك، في حين أنه بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى من كان خارج الحوزة أو خارج وإن كان هي أصعب على أي حال، لم يكن لغته عربية، لا يستطيع أن يفهم العربية إطلاقا، لأنه أغلب المصادر إنما هي شنو؟ عربية، الكتاب والسنة عربي. وكذلك الذي طبعا ليس بمسلم أو ليس بشيعي أو كذا وكذا، بطبيعة الحال هذا أيضا له عدة عناوين عن تأثير هذا المقتضي، لكنه نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة إذا كانوا أخلصوا وإلا بقوتره، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. مع الشاهد فالفرصة من هذه الناحية، الموانع مرتفعة كثيرا، المقتضي موجود والشرط موجود، والمانع أيضا إن شاء الله، إنما المانع الوحيد هو الباطن، هو القدرة الشخصية أو القدرة الباطنية. ربما يكون هناك أشياء غير مستحسنة في الباطن، وإلا أيضا نستطيع أن نقول بأن المانع مفقود. وإذا كان المانع مفقود فتمت العلة للحوزة بأن تعلم كثير من الأمور التي لا يتيسر لغيرها العلم بها. فالخطوة الأخرى أيضا هنا بالضبط، وهو أنه نستطيع أن نقول أن كل هذه العلوم المرضية لله سبحانه وتعالى، هل فكرت بذلك؟ فيها اجتهاد، كل هذه العلوم فيها اجتهاد. صح، نحن نقول الاجتهاد في الفقه أو في الأصول أو في العلم الفروع، يعني فروع الدين ما خالف، هذا الاجتهاد موضوع لحكم شرعي بجواز التقليد، صح هذا، ولذا أعلنت مسألته ومشيت فيلا بعد فيل يبنون عليه. لكن الاجتهاد في الفلسفة مثلا أو الاجتهاد بالنحو مثلا أو الاجتهاد بعلم الكلام مثلا لا أثر له، لكنه فيه اجتهاد كله، لأنه يحصل هناك ملكة ونابعية ورأي ونحو ذلك من الأمور بحيث يثبت جدارة الكاملة والقدرة على المناقشة. ولماذا لا؟ يصير هذا، يصير هذا، يصير كله يصير. وهذه فرصة أيضا مفتوحة للحوزة وغير مفتوحة لغيرها، سبحان الله. ويؤيد ذلك هذه أيضا نقطة أيضا قل ما يلتفت إليها، لكنه بعض أساتذتي قدس الله نفسه الزكية مثلا سألوه في يوم ما أنهم قايلة في بعض المواعظ وإن كان قليل قايلة، أنه شنو؟ أنه زين إذا توقف المطلب، إذا توقفت فتوى يعني شنو؟ أي فهم ظهور القرآن أو ظهور السنة على رأي الكسائي أو سيبويه أو الفراء أو فلان أو فلان، ماذا يفعل الفقيه؟ تعلمون ماذا أجاب؟ قال يجب أن يكون مجتهدا في تلك المسألة النحوية ويبني على قناعته واطمئنانه، لا أنه يتعبد بهؤلاء الموتى الذين ما معلوم ماذا فحصهم، ماذا عملهم، ماذا إخلاصهم، ماذا مذهبهم. سبحان الله، لا يجوز التعبد بأي واحد من هذه المسائل، مجتهد وليس إلا، أي في النحو أي في علوم البلاغة أي في أي شيء من هذا القبيل من المقدمات التي تتوقف عليها الفتوى. سبحان الله. وليس بالضرورة أن يكون مجتهدا مطلقا، يعني مجتهد في كل مسائل النحو، لا، يجتهد في هذه المسألة ويحصل فيها رأيا ويفتي على طرفها، ولا يجوز غير ذلك. لكن النقطة شنو؟ أنه قال أنه لا توجد ولا مسألة فقهية تتوقف على هذه الاجتهادات. هذا بنعمة الله، وإلا كان ينبغي أن نفتح باب الاجتهاد، يعني شنو؟ أنه ندرس حقيقة، مفتوح بالاصطلاح العامة، ولكنه
ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مجتهدا في كل هذه العلوم بالاجتهاد المطلق، لكنه لا يتوقف على ذلك. نادرا ما يوجد شيء من هذا القبيل أنه مسألة تتوقف على ذلك، لأنه غالبا شنو إنما هي مسائل من الواضحات من ضروريات النحو، نقدر نقول رفع الفاعل ونصب المفعول والحال والمفعول لأجله، كل هاي موجودة. واغلبا يعني التدقيقات النحويه والصعوبات النحويه الموجوده في القران الكريم ليست في شنو في ايات الاحكام، وانما في موارد اخرى بطبيعه الحال من اخبار الانبياء والمواعظ العامه واشياء اخرى والتاريخ. محل الشاهد فهذا من هذه الناحيه. شوفوا، فالفرصه هذه ايضا هي النعمه التي انا اشير اليها الان، الفرصه متاحه حقيقه في الحوزه العلميه لتلقي كل هذه العلوم بالدقه. لكنه خلي يشوف سيد محمد الصدر وغير سيد محمد الصدر انه هو على مستوى المسؤوليه من هذه الناحيه او لا. حينئذ من قبل في يوم ما قلت في خطبه الجمعه انه انا لا اسال ولا واحد منكم، وانما خلي يرجع الى تفكيره بينه وبين الله، انه هل صلى صلاه الليل قبل ما اجى؟ هل اغتسل غسل الجمعه قبل ما اجى؟ طبعا هم انا ادري ربما 99% او اكثر سوف يجيبون لا. فالان ايضا كل واحد بينه وبين الله يشوف انه نفسه مقصر او لا. ونفس الالتفات الى التقصير هي طاعه حبيبي، لا تقول بانه انا شلون كذا، لا، ليست خلة في احترامك الدنيوي، احترامك على العين والراس، تعال دوس على خدي وعلى لحيتي وعلى امامتي ما يخالف وانا بخدمتك، ولكنه بينك وبين الله لا تستطيع ان تدوس على الله ولا على رسول الله ولا على امير المؤمنين. هم موالينا وين رهمنا. فمن هذه الناحيه ينبغي ان يحصلون من عقولنا شيء، من قلوبنا شيء، وهم لا يستفيدون وانما نحن الذي نستفيد. بالحقيقه لا يكون سيد محمد الصدر ظالم الى هذه الدرجه، كلما يقل الظلم ولو بالنسبه الدقيه يكون افضل عند الله، وهذا كلنا نعلمه، ولكننا لسنا دائما على مستوى الشعور. الغفله هي المسيطره مع شديد الاسف. نكمل غدا ان شاء الله.